لنا ازمه في حياتنا يعني بس هو كل حاجه ليها وقت يعني. اول حاجه انت محتاج ما تستعجلش، كده كده هتبقى شاطر في يوم من الايام وهتبقى متطوع هتبقى كبير في يوم من الأيام. ما تستعجلش على حاجه، نعمل كل حاجه في وقتها. النقطه المهمه جدا اللي انا بقولها على طول، بقولها نصايح بقى سواء للجونيور او السينيور او اي حد في الليفل: اصحى بدري. بقول الكلمه دي على طول: اصحى بدري. إمم. يعني ايه اصحى بدري؟ يعني ابدا يومك، ما تعتمدش ان انا اصحى الساعه 11 الظهر تعبان فاقوم فعقبال ما افطر عقبال ما. ابدا يومك بدري. بدايه اليوم بدري بتخليك دايما منجز اكتر بكتير قوي مما تتخيل. جرب لو انت شخص بتحب تشتغل في نص اليوم او اخر اليوم، جرب وتعالى ابعت لحويل بقى مش ليا، اقول له الموضوع ده اثر فيك ازاي. اقعد اسبوع اصحى وقت الفجر، صلي الفجر مثلا، ومن بعد صلاه الفجر اقعد اشتغل على التاسكات اللي كانت معاك هتشتغلها النهارده، وشوف ايه اللي هيحصل. هتكتشف ان انت كنت فوكسد اكتر بكتير جدا، لا كتير جدا، لان الوقت ده المخ بيبقى لسه فريش وصاحي وفايق ونشيط. وافطر طبعا كويس، والكلام اللي بتقوله كل ماما في البيت ده: اشرب لبن كويس وافطر كويس وغذي نفسك يعني. واصحى بدري، ابتدي اشتغل، خلص التاسكات بتاعتك، وبعد كده روح الشغل. كلام الناس تقول لك اشتغل في وسط اليوم ومش اسمع خلّص تاسكاته قبل ما يبدأ خلص الشغل. تاسكاتك قبل ما تروح الشغل، قبل ما تروح الشركه. لو انت طبعا عندك السماحيه، لان في اماكن طبعا ما ينفعش عشان